إذا المتتبعين الكرام، في هذا الفيديو غادي نشوفوا واحد الموضوع اللي داير ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي، اللي هو حول المؤثر السعودي خالد العليان. يلا نشوفوا الفيديو باش نعرفوا. بغيت نهضر على هذه القضيه هذه ديال خالد العليان اللي كيهضر عليها كلشي في هاد اليومين هادي. خالد العليان جا دوز عندنا شهر تقريبا ولا اكثر في المغرب. جا عند رشيد خربوشه اللي في الجبال، دوز هو وياه مده. جا المغرب، حنا ما كناش كنعرفوه، وراه خربوشه باش تشهرتي ياك. انا واحد السؤال اللي بغيت نطرحه لك خالد، علاش بالضبط فاش مشيتي للجزائر مشيتي عند شوشع معروف في الجزائر مشهور؟ انا نقول لك دابا انت شنو كدير خالد. انا نقول لك خالد العليان شنو كدير نتايا. جيتي للمغرب، جيتي عند خربوشه رشيد مشهور حتى هو. انت كتمشي ضروري فاش كتمشي لشي مدينه ولا كتمشي لشي دوله كتمشي عند واحد مشهور، حيت انت راك ما مشهورش بزاف. انت راك كنتي في السعوديه راه ما كنتيش معروف، ما كنتيش مشهور. جيتي للمغرب، جيتي عند رشيد خربوشه، تشهرتي في المغرب، داروا لك الناس لي زابوني، طلعوك المغرب، راه طلعتي وتشهرتي. من المغرب خليها زوينه، شو كمشيتي لمصر ولا تونس، عاد مشيتي ديك الساعه الجزائر هانيه ماشي مشكل، نقولوا راه ما مقصوداش. ولكن نتايا من المغرب مشيتي نيشان للسعوديه، من المغرب للجزائر، من المغرب للجزائر. انت عارف بان المغرب والجزائر شي حاجه ماشي هي هذيك بيناتنا، انت راك عارف هذا الشيء. يعني شنو بغيتي البوز وبغيتي لي زابوني وبغيتي طوندونس، هذا الشيء اللي كاين، هذا الشيء اللي كتجري عليه نتايا. دابا نتايا بالضبط مشيتي عند شوشع معروف. علاش ما تمشيش غير بوحدك؟ علاش ما تدورش غير بوحدك في الجزائر؟ نورمال راه شي واحد ما غيتبعك، حيت ما معروفش نتايا بزاف في الجزائر، ما معروفش قد الناس ما كيعرفوك في الجزائر. مشيتي عند شوشع حيت شوشع معروف في الجزائر. مشيتي عند شوشع باش تجمع لي زابوني، الناس غيشوفوك الايفون الاخر برو ماكس، صافي الناس غيعطيوك لي زابوني بزاف، غيوليو متبعينك. ولكن راه كتخسر لي زابوني بزاف في المغرب. راه هادشي علاش الناس كعات وطلع لها الدم، حيت هادشي اللي درتي راه ماشي هو هذاك خالد العليان. وكان خليتيها هكاك، خلي بعدا المغرب راه كيبغيوك الناس بزاف، ساعه انت خسرتي بزاف ديال الناس. سير فين ما بغيتي، شوف سير فين ما بغيتي، من حقك تمشي للجزائر. ولكن هاد اللقطه اللي درتي من المغرب للجزائر راه ماشي هي هذيك. نيشان مور المغرب مشيتي للجزائر، يعني انت في راسك شي حاجه ماشي هي هذيك. انت كنتي هاد الشيء دارسو كامل، فهمتيني؟ كنتي دارسو، راه ماشي غير هكاك غادي كدور نتايا، لا غادي دارس هاد الشيء. غير باش نوضح لك، يعني مشيتي عند شوشع، اذا انت كتجمع لي زابوني، انت غرضك شنو؟ كدير بحال سبيد اللي في ميريكان، كتجمع لي زابوني وكتجمع، فهمتيني، باغي الشهره وصافي. هاد الشيء وكان ماشي كتمشي باش دير زوين مع الناس ودير الخير في الناس وماشي باش تضحك، لا، انت غرضك في لي زابوني وفي الشهره، هذا هو غرضك. ولكن راه كتجمع لي زابوني من هنا وراه كتخسرهم من هنايا. شوفي كل واحد سيريو وكل واحد يدير نيته، ولكن ما يحاولش الواحد يدير المشاكل ما بين الناس. هادشي اللي بغيت نوضح لك، الله يهدي ما خلق. أنا ماشي ضد خالد العليان، هو معروف عنده محتوى السفر، من حقه يمشي لأي دولة بغا، الله يسهل عليه. المشكل هو أن المغاربة ما تسلطاتش ليهم، حيت كاين اللي كيشوفها بحال تبيع العجل. انت كيفاش من المغرب مباشرة عند الجزائر؟ كيفاش درتي ليها؟ هنا المغاربة تقسموا لنوعين، كاين اللي كيقول لك حملة إلغاء المتابعة، وكاين اللي كيقول لك خليه يمشي للجزائر، على الأقل يورينا الزريبة ديال الجزائر كيف دايرة وهو يحكم. الإخوان السلام عليكم. بعض المغاربة هنا في مواقع التواصل الاجتماعي دايرين حملة على صانع المحتوى خالد العليان. علاش؟ لأن قال لك غادي للجزائر. أولا وقبل كل شيء، خالد العليان هو واحد الإنسان صانع محتوى وتيسافر عبر العالم، تيمشي فين ما بغى وهو حر وبعيد كل البعد هو على هاد المشاكل السياسيه وهاد الحوايج. ولكن الطريقه ديال هاد الحمله هادي ولغيو المتابعه وديروا هاد الحمله، راه تيكون معاك الحق حتى ما كيبقاش معاك الحق. شوف النظره ديال الاخر لك كيفاش غتكون، راه تتولي انت اللي ما مزيانش، كتبان انت دابا اللي ما مزيانش، واخا راه معاك الحق تولي تبان انت اللي ما مزيانش. اما السيد هو حر في حياته، تيسافر عبر العالم، يمشي فين ما بغى. جا للمغرب، صور وقدم واحد الصوره زوينه على البلاد، الله يجازيه بخير، ما قصرش. والمغاربه حتى هما ما قصروش معاه، الله يجازيه بخير. بغى يسافر للجزائر يسافر للجزائر، بغى يمشي لمصر يمشي لمصر، بغى يمشي لتونس يمشي لتونس، بغى يمشي لامريكا يمشي لامريكا، شغلو هذاك، هو حر. وهو بعيد كل البعد على هذه المشاكل السياسيه اللي واقعه وهاد المشاحنات اللي واقعين وهذا الشيء هذا. باش انت راه ماشي تقيدو بحال تابع ليك نتايا تولي الى يا معايا يا ضدي،
هي معايا ضدي. اما هاد النوع ديال الناس راه تيشوفوا بنظره وحده العالم، ما فيها حتى شي حاجه. يمشي للجزائر يصور في الجزائر ونشوفوا حتى حنا الجزائر كي دايره، ونشوفوا الثقافه ديال الجزائر كي دايره، ما فيها حتى شي حاجه. حتى الجزائريين من حقهم كما جا صور عند المغاربه، من حق الجزائريين حتى هما يجي يصور عندهم كما بما انه صانع محتوى. اما باش ديروا عليه حمله ماشي معقوله. انا كنشوفها من المنطلق ديالي هو بعيد كل البعد على هذه المشاكل هذه ومن العيب انني مثلا نقول ليه نقيدوا بواحد الحاجه خاصه فيا مثلا، او ندخلوا في شي مشاكل هو بعيد عليها. فالانسان يعرف شنو كيدير. والسلام. المشكل اخوتي هو انه دفع الفيزا القنصليه ديال الجزائر اللي كاينه في السعوديه، والفيزا وجات له بجوج سوايع. هذا خالد العليان عطاتو الجزائر فيزا في ساعتين، ولاد بلادها تلقاها مجزراهم تقريبا 6 شهور 7 شهور، وشوف واش عطيه الفيزا ولا لا. ولكن كسائح اللي كان ضايل المغرب ونفوا طلبها عطاوها ليه بالزربه في ساعتين. هادشي راه زين ونقي، ولكن شوف بزاف ديال المغاربه تيقولوا انه حيدوا ليه متابعه حيت مشى للجزائر مثلا. لا سيدي حنا غنتابعوه، نشوفوا البنيه التحتيه، الطاكسيات، الطوبيسات، كيران، نشوفوا الفضاءات اللي عندهم، تيرانات، نشوفوا البلاد كيفاش دايره. حيت كتفرق قياس من الجزائريين انهم ما عجبتهمش المغرب وجاجهم ناقصه بزاف. داكشي علاش بينا نكتشفوا البلاد ديالهم دابا ونشوفوا بصح واش فايتيننا بصح نيت ولا صافي ربنا عليهم سنوات ضوئيه ما لقاو ما يقولوا جاو كينتقدوا. المهم احنا غنتسناو خالد العليان في الجزائر واكتشفوها معاه. المهم هادشي كامل اخوتي هو بداو تكبروا ولاد بلادكم وبركه من عقده اجنبي. هاد خالد العليان اذا مشى شي دوله في اوروبا ولا الميريكان ولا كندا حتى واحد ما يديها فيه. هانتوما دخونا بقيتو كطبلوا ليه وتغيطوا ليه وتتعرضوا عليه والعراضات وزيد وتابونيتو ما عرفتي شحال وصلتوه. اقسم لك بالله الا شي المشاهده ديالو ما عمره ما كان كيحلم بها، وهو قلب فمه. طلعتوا لي كاع لي شين ديالو لا في اي منصه ديالو طلعت. هذا بقاو ينفخوا فيه وتا من الاعلاميين ديالنا بقاو كينفخوا فيه. هو دابا غادي عاد الكراغه. ودابا سمعت الفيديو اللي شنو تيقول لك وتصور معايا الجزائر داخل الجزائري كيعطوه شهرين هاد كيعطوه الفيزا باش كيدخل لبلادو. هذا اللي كيكونوا زايدين في فرنسا ولا زايدين في اوروبا. المهم هو عطاوها ليه بجوج سوايع، هو ما تيقش راسو. انا الحاجه اللي بغيت نوصل خوتي المغاربه، علاش خبز الدار ياكلوا البراني؟ علاش ما كدعموش ولاد بلادكم؟ علاش خاصنا حنا البراني هو اللي طبل لينا ونسمعوا الاخبار من هذا البراني ونفرحوا وكذا وهادي، ونجي نقولوا نشوفوا هاد البرانيين شنو تيقولوا فينا وخلوا ولاد بلادنا. والميساج اللي بغيت نقول هادي ديال يمشي للسعوديه دايره مقصوده. ثقوا بيا راه ماشي غيوري كيف ما جا المغرب ووري حيت ما عندهم ما يوري حيت هما بلادهم زباله. حنا واخا هما عارفينهم الفضل ديالهم معنا ولا الصحراء ما ندخلش شي فشي، انا ما ندخلش فشي. ولكن هاد اللعيبه اللي دار انا بغيتكم تفيقوا. راه اللي يجي كيدي من عندكم لي زابوني واللي في ويمشي وغدا ولا بعد غدا تلقاه هو كيهاجمك. علاش كنقول لكم كبروا المنصات ديال ولاد بلادنا حيت ولاد بلادنا اللي غيدافعوا علينا، ما غيدافعش علينا البراني. تنوضي شي سلك معاهم وتشوف كي داير. خاصكم تشوفوا الحرب اللي دابا نايضه بينهم وبين الاماراتيين. اش كيقولوا على الاماراتيين؟ وفيقوا من القلب اصاحبي، عينا والله تعينا. طبعا هذه رسالة بشكل عام يلي كسبت قلوب المغاربة في الفترة الماضية ورسمت جسر المودة والمحبة بينك وبينهم. المغاربة هم رفعوك وفي دقيقة بينزلونك. لا تخسرهم. ترى المغربي وايد طيب، هو يرفعك وهو ينزلك. ولا تلعب على حبلين، تراك مكشوف. والله مكشوف.